اليوم الفيديو كتير كيوت ومميز وعلى كيفكم، يعني كلمتي المعتادة لازم اقولكم على كيفكم. اليوم رح نعمل جولة صغيرة ببيت اختي وافرجيكم الاشياء الكيوت لانه انتم طلبتوا مني، وكمان رح نعمل اشهر اكلة تقليدية بالسويد. ما رح اقولكم دغري شو اسمها، اللي عايش هون او هيك يتحذر يعني شو هي اشهر وحدة، مو تروحوا تبحثوا. بس اليوم رح نعملها وادوقها لاختي، واختي لازم تقيمها وتقول لي شو رايها بطبخاتي واذا بعرف اطبخ انا من الثقافات الاخرى يعني ولا لا. هلا انا يعني واقفه بالصالون، بقى بدنا نبلش جولتنا بالبيت من الصالون وافرجيكم الاشياء المميزه الكتكوته اللي هون. اول ما فتت على بيت اختي لفتت نظري هاي الزاويه اللي هديك المره صورت لكم اياها، يعني ما عارفه شو بدي اقول لكم. شوفوا اول شيء كيف هيك حاطه الديكور هيك ماده هاي الزريعه هيك لفوق مع الساعه، وهون محطوط هي، شوفوا شو حلو. وهون تحت عنا الزرايع، شوفوا التفاصيل يعني لأي درجة معتنية فيها. شوفوا هاي البسكليت اللي هون ما أحلاها، هدلون طبعا وردات أكيد من صهري العزيز محمود جايب لي اياهم لأختي أكيد، حاططهم معنا. شوفوا ما أحلاهم هيك، حتى هدلون الأضوية السودي اللي على اليمين حاططهم بتحسوا منظرهم هيك مثل الوردة بقى. يعني شوفوا أنا أختي يعني عم بتعطيني أفكار، شكلي رح أعمل هيك شيء. والزاوية هاي الخضرة هيك المميزة يعني تحسوا هيك عاطي روح لكل البيت حرفيا. هلا هون هيك هاي القعدة يعني اللي الأساسية تبعت الصالون عندها. ما عم بقولكم عم باخد أفكار، هديك المرة قلت لازم أغير وأجيب نفس هاي هيك، نفس هاي الصوفة هيك كلها. انتوا شجعوني يعني، اكتبوا لي تشجعوني ولا لا، ولا بلاها ولا اقطعها كنبيات، يعني عجبني بقى. شوفوا ما شاء الله هيك التفاصيل الجميلة ما أحلاها. طبعا الأمر لا يخلو بالآخر من التفاصيل الصغيرة اللي هيك بتعطي روح لكل الصالون، مثلا مثل هون أكيد يعني مثل العادة البخور لا يخلى الأمر دائما بكل بيت بكل مكان بكل حتة، لازم دائما وأبدا. يعني ما شاء الله ممر البيت يعني شو بدي أقولكم، يعني ساحة وميدان. بحس حالي عبال ما اروح من هون لهونيك بقطع مسافة كتير كبيرة، فما شاء الله البيت كبير فبتقطع مسافات. حتى تشوفي في صدى مرحبا، انا دائما كل ما اشوف انعكاسي على اي مراية. شوفوا هون هاي الزاوية هيك واحلاها. اختي مزوقة لمين بدها تطلع؟ لاختها الصغيرة اكيد يعني. طبعا بس انا احكي لكم شغلة، هلا هون غرفة اختي، هون غرفة الاولاد، هنيك المطبخ. هلا المطبخ بفرجيكم يا اخر شيء وانا عم بحضر الاكله. بس بما انه الاولاد بيجيبوا العيد بغرفتهم بالعاده، بقى يعني نحن ما بنقرب، وبما انه نحن او انا كمان بجيب العيد وقت بكون عند اختي كمان ما رح نقرب لجوا. بس في شغله واحده مميزه جوا بدي افرجيكم اياها. هون شو كمان هلا رح تشوفوا هذا الباب، هذا الباب مثل الغرفة اللي أنا بحط فيها سجاد عندنا بالبيت. بقى هون حاطين هيك أشياء، بس في تفصيل كتير صغير وكتير مهم هون هيك بممر البيت، واللي هو هي عشان تعرفوا إنه نحن عائلة كاملة بتحب هاللون، يعني من شابه أخاه فما ظلم. يعني شوفوا التفاصيل ما أحلى. بدي أقول لحنين تبعت لي رابطة، وإذا بعتت لي رابطة بحط لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. ما بهون علي لحالي آخذ أشياء حلوة بدونكم يعني. هلا أنا صرت بالغرفة، بس من محل ما بنتجهز نحن كل يوم في زاوية مميزة تاخد العقل عند حنونة، بدي افرجيكم اياها. شوفوا ما احلى التفاصيل. حنين كتير بتحب تقرأ، بقى حاطة كتبة هون المميزة ثانية هون كلياتهم هيك، وفي كتب برا كمان بالصالون، وفي هون هدلونة هاي فراشة انه حنونة فراشتي جميلة، بقى هاي بتعبر اكيد عنا. وهون في هاي شوفوا ما احلاهم، هاي لابد منها، هاي اللي بضل بقولكم عليها بتاخد العقل. وانا هون بتجهز كل يوم بكان. شوفوا الزاوية المميزة بنتجهز منها. صرنا بالمطبخ، المكان اللي بنحضر فيه الأكلات الظريفة للعائلة الكريمة بكل حب. بقى هذا المكان مميز يعني. هلا هيك أول ما نفوت ودغري هيك قدامنا بتكون في طاولة السفرة، وطبعا هون هيك هي الزاوية الحلوة، وهون هذا صحن فواكه حنونة بتضل كل يوم بتقطع لي منهم. شوفوا الوردات هون الحلوين، ونفسهم وين على الجلالة. بقولكم مميز ما بتردوا علي طبعا. وهلا خليني ابلش معكم بتحضير الاكله اللي هي اسمها شوت بولاد، يعني كرات اللحم هيك يعني
ترجمتها. فهي كرات اللحم هي أكتر أكلة سويدية مشهورة هون، تقليدية يعني، وكتير بيفتخروا فيها وبقولوا عنها إنها كتير طيبة. بقى أنا بدي أحضرها ونشوف حنونة شو رأيها بس أحضرها. فلا بدي أطلع لكم أغراضها وأحطهم. وهي كانت هيك جولتنا الخفيفة اللي نضيفها هيك بالبيت صغيرة، بس هيك حبيت أفرجيكم كم شغلة هيك حلوين ومميزين بالبيت يعني. وهيا بنا. هلا هون عندي كل مكونات الأكلة اللازمة. بقى عنا هذا اسمه الصوص البني، وهون عنا اللحمة، وهون عنا هذا شوندر بنحط جنبها للأكلة، وهون عنا خردل وبطاطا مشان نعمل موس البطاطا، وهون عنا نحن بالعربي بنقول له بقسماط، يمكن بقسماط بقسماط، يمكن بقسماط، ده انجليزي دي يا مرسي، هيك على ما اعتقد اسمه، يعني الكعك المطحون. وهون عندنا الحليب والبصل مثل ما قلت لكم، الزبده، وهذا المربى، وهذا مو مربى يعني مو طعمته كتير مربى يعني مو كتير حلو، بس هذا بنحط كمان جنب الاكل على الصحن. وهون عندنا كريمه الطبخ، وهون عندنا نور اللي بدها تحضر، وبقيان بيض بس ما طلت البيض حطيتها نسيت. هلا الاكله هاي اول شيء رح ابدا بالبطاطا لحتى تنسلق. بقى حطيت شويه مي سخنه هون جوا، بدي احطهم طبعا بعدين يعني على النار، وبدي اقشر البطاطا وبدي اقطع شويه صغيره لحتى ما تطول كتير لتستوي يعني، وقشر البطاطس بهذا الشكل، ورح اقطعها مو مربعات كتير صغيره، نص نص كل وحده. هلا بدي اسالكم سؤال وانتم بدي اياكم تجاوبوني بصراحه بالتعليقات. اول شيء انه شو رايكم بالفلوجات اللي عم بعملكم اياها هلا يعني من جديد؟ وانا بصراحه كتير حابه وحاسه الوضع انه كتير طبيعي يعني عم يكون هيك كل شيء نفس ما هو. انا هيك كيف مثلا بحب افتل وكيف بحب اعمل الاشياء وكذا، عم يكون هيك كل شيء يعني مثل كانكم معي يعني حرفيا. فانتم اكتبوا لي شو رايكم. هلا في منكم لحاله لاحظوا كتب انه كتير حلو وعم نحس حالنا كاننا معكم يعني موجودين وهيك، وهذا الشيء على فكره كتير ببسطني. وبدي اراء البقايا يلي ما كتبوا بالتعليقات يكتبوا لي شو رايهم. بس اقعد معكم انا هاي القعده على فكره واقشر هيك بطاطا على الكاميرا، بتعرفوا شو بحس حالي كأني قاعدة مثلا مع أمي ولازم أفتح شي حديث وأجيب العيد وأحكي لها كل أسراري يلي لازم، شي اللي لازم أحكي وشي اللي ما لازم أحكي يعني كل شي. حنين بس تيجي ببلش هذا الحديث، نشوف أحاديث، نجيب العيد، أتذكر كيف كنت أنا أعذبها نحن وصغار وهي تعذبني نحن وصغار. وأحكي لكم سر عني وعن حنين. حاحكي لكم بما اني عم بقشر بطاطا. يا ستي بالزمانات وقت كنا صغار كانت حنين اختي، انا معي عقده من البوالين وبكره صوت البوالين وقت يطقوا وبكره ينتفخوا قدامي. شو السبب؟ لما كنا صغار هلا اختي ما سمعتني، اذا بتسمعني بدها تقتلني تقول لي وليه جبتي العيد. المهم وقت كنا صغار نحن شو كنا، كانت حنين اختي تجيب البالون هذا اللي كتير كبير اللي له مطاطه، عرفتوه؟ هذا اللي كتير هيك بنتفخ بصير كبير ومن فوق هيك بيطلع له البوزه تبعيته يعني. شو تعمل؟ تمسكه من عند المطاطه وتقرب لعند وشي وتصير تعمل لي هيك تف 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 هيك بوشي يعني. وكمان اخر شيء تمسك دبوس وتفقعه. تخيلوا هي هادية كتير بس من زمان يعني عندها حركات عقدتني يعني. صار انا معي عقدة على كبر من البوالين وما عاد قدرت اني انا اتقبلهم يعني، ولا بحب حدا يلعب فيهم قدامي ولا شيء يعني خلص. وصحيح نسيت احكي لكم كمان، ان شاء الله اكون عطيت الجولة بالبيت حقها، لاني انا ما ولا مرة عملت هيك فيديو يعني انه هيك جولة بالبيت هيك كيوت ولطيفة. حبيت افرجيكم مثل ما قلت لكم التفاصيل الحلوة يعني، بس ان شاء الله اكون عطيتها حقها، لاني انا انا والجولة بالبيت خطان مستويان لا يلتقيان يعني. مستويان لا يلتقيان صح. دقيقة بخطر لي احكي لكم احذروا على شو كل وحدة من اخواتي بشو كنت اعذبها. هديك كانت اكبر وحدة بيناتنا، كل ما تطلع اقول لها بدي اروح معك، تجي هي تتجاكر مني، اروح اقول لها لبابا، يجي بابا يقول لها خديها لاختك وهي ما تكون بدها تاخذني. بقى هيك انكد عليها. وقت تكون هي بدها تاخذني اقول لها ما بدي اطلع. هذا اكثر شيء كانت تتجاكر منه هدي الاختي وقت كنا صغار، وهيك كنت اعمل فيها يعني. انا اسفه بس يعني كنا صغار، لو اني عارفه انه كان الموضوع هيك مزعج ما كنت عملته يعني. انتم بتعرفوا انا ما بحب اكون مزعجه يعني. اما دانا اختي اللي لسه لهلا ما شفتوها وما طلعت معي، دانا كنت انا يعني احب شلون بدي اقول لكم اطلع هيك كل شيء بقعد بتسلى فيه، وراء وكتب وكل شيء حتى خزانتي وكله. تلاقي هيك كل الاغراض هيك مفرطعه هيك كلها بكل مكان، وهي كتير تتجاكر مني اني انا بعمل هاي الحركه وما بتحب كانت، وتقولي انت كتير فوضويه. بعدين بس كبرت طلعت ابدا مالي فوضويه يعني، تغير هذا الشيء. بس على وقتها
هيك كان. شو بدي اعمل لها يعني، هي اكبر مني بسنة و4 شهور، يعني ما بدها تتحمل اختها، بضلني اصغر وحده بيناتهم، بدهم يتحملوني يعني. وانتو اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو كنتوا تعملوا اشياء تكرهوها اخواتكم وتذكروهم فيها، ويعني وبعدين بس كبرتوا اكتشفتوا انه انتوا عن جد كنتوا غليظين يعني. One day later. هلا هون هاي البطاطا هيك قطعتها نصاص نفس ما قلت لكم، وهون عندنا الزبده اللي حتى نقلي فيها كرات اللحمه اللي رح اجهزها هلا معكم. وهلا هون حاطه كل الاغراض اللي بدي اياها لنعمل كرات اللحمه، وهلا على التطبيق. وهلا شو رجعنا مع اللحمه، شو بدنا نعمل؟ اول شيء بدنا نحط اللحمه نص كيلو. في عندنا هون لحمه بيقولوا مو كتير تكون مو مدهنه، تكون شوي مدهنه يعني. وبعدين بدنا نفقس عليها بيضه واحده، فبدنا نحط معاها نص كوب هذا البقس مات اللي قلت لكم عليه هيك. وهنيك الزبده حطيتها. وهلا في بصله نفرمها ناعم كتير جواتها، والبهارات المطلوبه اخر شيء فلفل وملح. المهم بدنا نقطع البصله ناعم مثل ما قلت لكم ونحطهم جواتها، وبدنا ندعكم نعملهم اخر شيء كرات. نسيت تفصيل صغير، خردل معلقه صغيره نسيت اقول لكم عليها، يا الهي. هيك هون اللحمه وكل شيء عندنا، بدنا نحط تقريبا معلقه صغيره هالقد حاجه من الخردل. منيح ما نسيته، كان ناقصة الطعم شيء اكيد. هلا هون حطيت الملح، وهلا بدي احط الفلفل. ملح ما تكتروا يعني، معلقه صغيره حسب الكميه، نص معلقه صغيره طبعا مو كتير مليانه. وهون الفلفل الاسود. وبدنا ندعكم كتير منيح سوا لحتى يفوتوا كل المكونات مع بعضهم منيح. البهارات فاتوا بانفي. يا سلام. هلا هون عم بستنى البطاطا لتجهز مشان نهرسها اخر شيء ونحط لها الزبده وهيك. وهون دوبت الزبده اللي بدي اقلي فيها اللحمه، واللحمه عندي صارت جاهزه كمان. وبدنا نكورها كرات مو كتير كبيره يعني على حد علمي. فرجيكم النتيجه النهائيه بعد ما نصفهم. شوفوا الاكلات الاجنبيه التقليديه قديش سهله، يعني شيء بسيط. يعني بتلاقي مثلا اكله التقليديه تبعت السويد هي كرات لحم عليها صوص بني وجنبها مثلا بطاطا مهروسه، وكتير هيك بسيطه. اما مثلا بتشوفوا بلادنا العربيه اكلاتنا اللهم صل على النبي مناسف وهالقد 6000 مكون جواتها ومدري شو. تلاقوا اكلاتنا نحن دائما اصعب، اما هن هيك اكلاتهم تقليديه بسيطه. هون عندنا اللحمه عم تستوي، وفي بازلاء على فكره بتنحط وكنت نسيانيتها يعني، بس هلا ذكرتني حنين وحطيتها على الغاز. والبطاطا ما لها اصليه لساتها عم تستوي، طولت معنا. وهون بنحضر الصوص البني اللي قلنا لكم عليه. هلا هي هيك العلبه من برا الله يرضى عليهم، هن مجهزينها، نحن بدنا نضيف لها اضافه بسيطه. طبعا اللحمه اذا احترقت عادي يعني لا بنرضى. بدنا نحط ظرفين من هاي البودره تبعت الصوص البني هون جوا. هلا هون هاي الدل حليب 2، نقول بسم الله 4، نزل نص 1 2 3 ونص، لانه نزل من تحت شويه مي. هذيكم هيك ليدوبوا جواتها هيك كلهم. بعدين على الغاز مشان تمسك شوي مثل البشاميل يعني، بس ما لها بشاميل. هلا بدنا تقريبا شي معلقتين زبده كبار نحطهم فوقهم، وبدنا نص كوب حليب اكثر شوي. يعني انا كترت اكثر شوي، بس ليش حاسه حالي رح اجيب العيد، خلص نص كوب حليب. وبدنا نشلح الكف من ايدنا ونمسك الملح ونحط تقريبا يعني معلقه صغيره. طبعا في عندكم سؤال بالتعليقات كتبتوا لي اياه، شايفين اني انا بشوف كل تعليقاتكم، كنتوا عم تسالوا بخصوص الملح هون بسويد، عم تقولوا انه عن جد الملح بسويد ما بملح، لانه في ندى واخواتها اللي بيطلعوا على تيك توك بتشوفون كثير بيستخدموا ملح على الاكله. هلا في انواع عم بيقولوا انه ما بتملح زياده عن جد، يعني بدها كميه كثير كبيره ليظهر الملح بالاكله. لا مو يظهر يعني لحتى الملح يدفق يعني يبين بالاكله، يعني لحتى تاخذ حاجتها الاكله من الملح. نعم فاما الملح اللي عند اختي لا للامانه يعني شفتوني قديش حطيت يعني، بس ما بده لهالدرجه يعني عادي. وبدنا شويه فلفل اسود او ابيض ما بتفرق، شايفين؟ تمام. وهلا بدنا ندعكم سوا لحتى يصيروا كتير طرايا. هلا بالعاده بنفعصها بفعاصه البطاطا، بس لانه ما في فعاصه بطاطا بقى بدنا نرجع نلبس الكفوف وندعكم ان شاء الله يتفقصوا منيح. هلا البصلات طلعوا كبار باللحمه، البطاطا عم بقول ان شاء الله تتفقص منيح، ان شاء الله تطلع الاكله كلياتها معناتها. هلا بعد ما طبخنا الصوص البني صار بهالقوام،
تمام. هلا انا نطبق الاكله الصحون معاكم. طبعا حطبق صحن واحد لانه قدام الكاميرا بجيب العيد، بعدين بطبق البقايا ورا الكاميرا. اول شيء قالوا انه لازم احط بطاطا مهروسه، بعدين نحط طابات اللحمه. 1 طبعا بدي اعدهم لانه انا خالته بخيله. 2 3 حاجه هون 4. يلا هلا بدنا نحط البازيلا هون على الطرف هيك. كتر بازيلا لانه البازيلا رخيصه. هلا بدنا نحط الصوص البني فوق اللحمه هون. وفي اخر شيء هذا الشيء الاحمر، ما بعرف حصرم مو حصرم، ما بعرف شو هو، بس بحطوه. بدنا نشوف شو طعمته يعني. بنحط معلقه صغيره جنبهم. بحذروا مين اجى من المدرسه، اولاد اختي تيم وويليام. بقى هلا بدنا نجيبهم كمان لحتى يذوقوا ويعطونا تقييمهم. ما رح اكتر لانه مبين مو كثير مشجع، لانه هن بياكلوها بالمدرسه. بقى بدهم يشوفوا اذا طالعه مع خالته غصب عنهم، طالعه مع خالته طيبه ولا لا، وطالعه طيبه. خلص شوفوا ما احلى. لك هي تيومتي العسل حبيب خالته من وراء الكواليس عم ياكل الاكله اللي حضرتها. هو بدأ، بس قل لي شو رايك؟ كان طيبة يعني. طيبه كثير يعني نفس اللي بتاكلها بالعاده. يا عمري انا الف صحه وهنا. دخيل الله اكل صحن. انت بتحبي طبخ خالته؟ ايه. دخيل الله على فكره تايم يعني حنين الصغيره حرفيا بكل شيء، بحكي وبمزح كيف وكيف بتصرف وحرك نفسها تقول هي. يعني تيومه قديش بتعطيها على 10 من الاخر؟ 10 من 10. 10 من 10؟ ايه. يا عمري الف صحه وهنا. وهون عندنا ام تيومه، ام ويليام. اهلا وسهلا حنونتي مره اخرى حبيبتي. اهلا متابعين نواره، وشكرا على التعليقات الحلوه. يا عمري دقيقه حنوني. هلا بدك تدوقي اكلات اختك واكله سويديه يعني كمان اكيد ضايقينا من قبل. والله شاده حالك يا نور وعامله شيء ما بتعرفيه. لا والله ما بعرف كثير هيك يعني. بس هلا بدك تقولي شو تقييمك لها. يلا الشوكه والسكينه. بالشوكه والسكينه. هي بياكلوها بالشوكه والسكينه، معناتها بالشوكه والسكينه. قولي لي رايك بكل صراحه. والله انك شطوره عن جد. كثير هي طيبه شطوره عن جد والله هي يعني شطوره كثير بالاكل. ظابطه. يا روحي الف صحه وهنا. لا انا صحني ليكم. يلا بسم الله. دوقي مع الصوص الاحمر كمان. مع الصوص الاحمر. هلا هذا حنونه هذا شو بالضبط؟ هو هاد بيقولوا له سيلت، يعني هو اخف حلاوه من المربى العادي. المربى العادي بيكون حلو اكثر. اوكي. هذا بيكون شوي حموضه. على حموضه اكثر يعني لابق مع الاكله بالبقى يعني ما رح انصدم. لا ما اوكي تمام. هلا نحط شويه بازل هيك ندوقهم كلهم مع بعض. بتعملي طيبه. دقتي مع الصوص الاحمر؟ رائعه. ايه بالسويدي. مو كثير حلو على فكره. لا بيعطي طعمه طيبه. بس الامانه الاكله طيبه يعني خرجت جربوها. نور بكره شو بدك تطبخي لنا؟ لا مو هيك قصدي ابدا. اخذت وش اختي انا يعني كان قصدي اجرب تجربه بس والباقي عليكي. هلا احذروا. نور انا ما عندي اقدر اعيش بدون اكلاتك. لازم تطبخي. شو رايك نفرجيهم وين نحن رايحين؟ اكيد وهن رح ينصدموا من شيء، هلا رح يشوفوا شوي ثانيه. ايه صح على فكره عن جد يعني. هلا خليكم معي ما في اقول خلصنا الفيديو حتشوفوا وين رايحين وشو رح نعمل كمان وبس. والله ويليام اذا بدكم يعني عم تقولوا وينه، واليوم نزل لانه بيروح على نادي كره قدم بتدرب شوي بقى راح، وبعدين رح تشوفونا هونيك باللقطه كلياتنا سوا يعني. شوفوا شو رح نعمل. هلا بعد ما كنا بالبيت اكلنا اول وجبه. هلا بعد مرور شي يعني 4 ساعات حابه افرجيكم الوجبه الثانيه والمكان اللي نحن فيه. يعني هذا الاجرام الثاني لليوم. في عنا سمك، في عنا رز والسلطه، وهي سلطه، وهون عنا الطراطور. وشوفوا المكان يلي قاعدين فيه. يعني هاي إلى بطن وهديك إلى بطن تاني.
والله جهزت كاسة الشاي اللي شفتوها عم نشربها مشان شو بعد ما اجرمنا اول وجبة، وهلا الوجبة الثانية السمكات وكذا مشان شو نعمل نحن نجلي المعدة، يعني ننظف معدتنا، يعني هيك كيف بدي اقول لكم مشان انه اذا ما عملنا هاي الحركة رح يصيبنا تلبك معوي اليوم من كتر ما اكلنا حسينا. مشان بس تشوفوني سمنانة مدري كم كيلو عند اختي من كتر ما عم تحشيني، ما تقولوا حامل تقولوا سمنة، لاني ماني حامل لاني عم بسمن وبس. والله بس كله كان ظريف، والسمك والرز غير شكل. وهون هيك على البحر شوفوا، واحلاه هيك وراي.